غواني بكلامه الحلو. وساعتها أنا ما قدرتش أقاوم. وحصل بعد كده اللي بالي بالك واللي كلنا عارفينه. أهلا بيكم يا أحلى متابعين. النهاردة معانا حكاية جديدة، يا رب تعجبكم. وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات وتعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي إيناس، أنا عندي 33 سنة، وأنا لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش. وانتوا بقى أكيد عارفين يعني لما واحدة بتعدي ال30 ولسه ما اتجوزتش، وخصوصا بقى في الأرياف. مهما كان الأرياف وتفكيرهم مش زي المدينة في الحاجات اللي زي كده، والناس ما بتسيبش دايما حد في حالها. المهم، أنا عايشة في بيت أبويا، وهو راجل على قد حاله جدا، يعني لا عنده أطيان ولا أملاك. كل الحكاية بس هو حتة محل صغير، محل بقالة، وعايشين منه، وبنحمد ربنا كل يوم على الإيراد اللي بيجي منه. وأبويا وأمي ما خلفوش غيري بس، أنا وأختي فاطمة. إحنا الاتنين بس أخوات بنات، بس أختي فاطمة دي جميلة قوي، وعلشان كده اتجوزت قبلي، بالرغم إن أنا الكبيرة وهي الصغيرة. أبويا في الأول ما كانش عايزها تتجوز قبلي، بس ولاد الحلال قالوله دي مسألة نصيب، وطبعا اللي يجيلها يعني عدالها الأول تتجوز على طول، ومش مهم بقى إنها تكون صغيرة ولا تكون كبير. وأنا يعني عشان مش حلوة قوي وكمان فقيرة وحالنا على قدنا، مفيش حد كان بيتقدملي، وكنت عايشة وراضية بقسمتي ونصيبي، وبقول لنفسي أكيد في يوم من الأيام هيجيلي من الحلال اللي يحبني ويتجوزني. ولما كبرت وكنت قاعدة في البيت ما بعملش أي حاجة، قلت في سري اما اساعد أبويا في المحل، أهو منها أريحه شوية وأسلي نفسي، وكمان يمكن حد ابن حلال يشوفني واتجوز، بدل ما أنا قاعدة زي البيت الواقف كده في البيت، لا حد بيشوفني ولا بشوف حد. وعدت بقى الأيام على ده الحال، لحد بقى ما في يوم من الأيام اتعرفت على تامر. تامر ده بيشتغل سباك، بس بعد كده ساب شغلة السباكة وراح اشترى توك توك وبقى بيشتغل عليه. وطبعا جالي في مرة اشترى مني حاجة ساقعة، وبعدها بقى بكام يوم كان بيجي يفضل يشتري حاجات من المحل، وكل يوم يعدي عليا مرة واتنين وتلاتة. وبصراحة هو بدأ يعكسني ويقولي كلام حلو، وبصراحة أنا عمري ما حد قالي كلام زي ده، وكان نفسي وأمنية حياتي إن حد يقولي الكلام ده، يعني زي أي بنت بتحب تسمع كلام من ده. وعشان كده كنت صيدة سهلة قوي بالنسبة له، ويدوب هو برضه واحد صايع، وأكيد قال الكلام ده ل100 واحدة قبلي، بس يعني أنا لقيت نفسي بستجيب معاه وبصدق، وكنت عايزة أصدقه، وبحب أسمع منه الكلام ده على طول. وكل ما يقولي كلمة حلوة أفضل أفكر فيها طول الليل، وكنت بستناه من اليوم لليوم عشان أسمع منه كلمة كده بريئة وتحسسني بأنوثتي وإن أنا حلو. انتوا عارفين إن البنات بيحبوا الكلام اللي زي ده، ووصلت بيا الحال إني بقيت كده زي الشعرة في إيده بالظبط. وكان بيجي كمان ياخد مني كل الفلوس اللي عايزها من المحل، يعني لما كان بيجي يشتري حاجة ما كانش بيدفع أي حاجة، ما كنتش بقدر أقوله لأ على أي حاجة. كان أول بس ما يقولي كلمتين حلوين كانت أعصابي كلها بتسيب، هو بقى زي ما يكون عامل لي سحر أو سحر لي، وفي لحظة واحدة ببقى تحت أمره وما أقدرش أرفض له أي طلب يطلبه. لحد ما جه اليوم وقال لي: بقولك يا إيناس، ما تيجي نتقابل بره، ايه رأيك نروح المدينة وهو نبقى براحتنا، وانا عندي ليكي كلام كتير قوي عايزة اقولهولك لكن مش هينفع اقولهولك هنا. قلت له: ليه؟ هو كلام سر ولا ايه؟ انا مش فاهماك. قال لي: هو سر قوي، وكمان انتي شايفة هنا يعني الناس راحة وجاية علينا، مش هينفع. انا بحبك قوي يا ايناس. وساعتها طبعا ما كنتش حاسة بنفسي، وفعلا ظبطت ميعاد وقلت لابويا ان انا هنزل المدينة علشان اشتريلي شوية لبس، وحددت معاه ميعاد وقابلته، وكان عارف اللي فيها وعارف نقطة ضعفي كويس قوي. كلامه الحلو خلاني ما كنتش برفض له اي طلب. وبعدها بقى اتقابلنا كتير وتكررت المقابلات كذا مرة، وكانت المقابلات بتزيد يوم على التاني، وكان يعني بيمد ايده هنا وهنا، وبصراحة كانت اعصابي بتسيب خالص، وما كنتش بقدر اقوله لا على اي حاجة. لحد بقى ما في يوم حصل ما بينا اللي انتوا عارفينه، علاقة كاملة. كنت في الأول بقوله بلاش،
بعدين بقى ما قدرتش اتكلم معاه، غواني بكلامه الحلو اللي زي العسل، وقضينا مع بعض ايام احلى من الشهد. وكل ما افكر ان كده غلط او هزعل او اتضايق اننا بنعمل كده واحنا يعني مش متجوزين، كان بيقولي هو انتي خايفة من ايه؟ انا خلاص بظبط الشقة واول ما اخلصها هنتجوز على طول، ما تخافيش يا ستي من اي حاجة. عايزة اقول لكم بقى انه كان بيحصل مرة واتنين وتلاتة، بس في الاخر بقى بدأت معاملته بتتغير معايا خالص، ما عادش زي الأول، وبقى كل فين وفين على ما يطلب يقابلني. مش عارفة ايه اللي جراله ولا ايه اللي حصل. بعدها بقى أنا سمعت من واحدة صاحبتي إن هو في واحدة تانية مصاحبها وبيقابلها هي كمان. في الوقت ده طبعا أنا اتعصبت واتجننت وطلبت إن أنا أقابله، ولما واجهته بالكلام ده هو ما أنكرش وقال لي يا ستي فهميني، دي واحدة معاها فلوس وانتي عارفة ان الجواز محتاج فلوس كتير قوي. قلت له يعني تقصد ايه؟ انا مش فاهماك. قال لي يعني انا بحاول اسلك منها قرشين واللي يجي منها احسن منها علشان اعرف اتجوزك. انا بحبك وانتي عارفة كده. انا ساعتها بقى سكت، ما انا بيني وبينكم ما كانش قدامي غير اني اسكت، هعمل ايه؟ بالرغم ان انا عارفة ان هو كذاب، بس ما كانش قدامي حل غير كده. وبعدها بفترة بقى اتفاجئت من خبر ان هو متجوز البنت دي. الخبر ده نزل عليا زي الصاعقة، وطبعا ما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. وبعدها قلت لنفسي خلاص ده حظي ونصيبي، وندمت على اللي انا عملته ورضيت بنصيبي، وشلت طبعا من دماغي فكرة الجواز خالص. وقلت يعني انا لا اول ولا اخر واحدة تعيش من غير جواز. لحد بقى ما في يوم من الايام حصل اللي ما كنتش متوقعه، جه ابن عمي محمود من السفر. هو كان بيسافر سنين طويلة قوي، وكانت أخباره كلها مقطوعة تماما، لدرجة إن كله كان مفكر إن هو مات. لكنه فجأة رجع من السفر، واتضح إن هو كان مسجون هناك بقضية ظلم، وفضل هناك أكتر من 10 سنين، وكانت أخباره مقطوعة عننا خالص. وعلشان كده أهله استعوضوا ربنا وتخيلوا إن هو خلاص مات. محمود ده عايز أقول لكم إنه شاب أخلاقه عالية جدا، ده حتى بيتكسف يكلم أي بنت أو يقف مع أي بنت، وما بيسيبش فرض من فروض ربنا. وأول ما بيسمع الأذان بيكون أول واحد في الجامع. وهو سافر بس 5 سنين، وأول سنين له في الغربة كان شغال كويس قوي، وربنا كان فاتحها عليه بالوسع، وكان بيفضل يبعت فلوس كتيرة قوي لأهله، لدرجة إنه هو بنى بيت والبيت ده بتاعه لوحده، وكمان عنده فلوس كتير قوي في البنك وعنده عربية. بصراحة يعني برغم اللي حصله هو شاب أي واحدة تتمناه. وطبعا هو بعد ما رجع بفترة كده، بالرغم يعني لقيته يعني ان هو بيحاول كده يتكلم معايا ويتقرب مني ويعدي عليا كتير في المحل، كنت مستغربة لدرجة ان هو كان بيقول لي كلام حلو. بصراحة هو كان بيقوله لي بكل أدب واحترام. فرق كبير قوي بين واحد متربي وعنده أخلاق وبيخاف على البنت اللي معاه، وواحد تاني صايع ما شافش تربية زي تامر اللي بيلعب ببنات الناس لحد ما ياخد اللي عايزه وبعدين يمشي. بعد كده عدت الأيام، ولقيت كده في يوم من الأيام بعد ما روحت البيت لقيت أبويا وأمي فرحانين قوي، والفرحة طايرة بيهم للسما. أول ما دخلت لقيت أمي واخداني بالحضن. أنا ساعتها استغربت وسألت إيه ده، هو في إيه؟ أمي قالت لي محمود ابن عمك كان لسه هنا ولسه ماشي من شوية هو وعمك وطلبوا ايدك من ابوكي. الف الف مبروك يا حبيبتي، صبرتي ونولتي. انا ساعتها زي ما يكون كده اتخبطت على نافوخي، معرفش اقول ايه، وما كنتش عارفة افرح ولا احزن ولا اعمل ايه. بصراحة هو شاب ما يترفضش ابدا، وانا سني عدى 34 سنة، يعني ده هدية من ربنا. بس انا مش بنت يعني لو اتجوزته هتفضح. بصراحة انا حبيته، وهو بصراحة شاب يتحب مفهوش اي عيب. بس انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا موقفي دلوقتي مش بينيمني الليل. سبحان الله، يعني لو كنت صبرت ورضيت بحالي ونصيبي وما سبتش نفسي للحرام كان زماني فرحتي دلوقتي الدنيا مش سايعاها. انا عارفة اني غلطت غلطة كبيرة قوي واستحق العقاب عليها، بس انا والله ندمت، وعمري ما هعمل حاجة تغضب ربنا تاني. بس اعمل ايه؟ انا غلطت ومش عارفة اعمل ايه. طب لو اتجوزته وعرف الحقيقة هيكون شكلي وموقفي قدامه ازاي؟ وممكن يعمل فيا ايه؟ انا حقيقي مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي، ومحتارة اوافق ولا ارفض. طبعا انا بحكي لكم القصة دي علشان انا مش عارفة اعمل ايه، وعلشان كده بحكي لكم حكايتي عشان تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. ويا ريت تقولوا لي كل تعليقاتكم بس بدون تجريح، مستنية كل آرائكم وتعليقاتكم.